نفسي مرة واحدة في حياتي أشوف لإعلام الزمالك دور وطني حتى لو بالخطأ. يعني إعلام الزمالك ده أنا عمري ما شفت له في حياتي دور وطني. يعني أنا مش هقول لك أنا نفسي يبقى عنده شفافية ومهنية في عمله، لا، أنا بقول لك نفسي أشوف في عمله دور وطني واحد حتى لو بالخطأ. اعلام الزمالك ده يا جماعه عمره ما طبق مقوله انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، لا، دايما اعلام الزمالك انا وابن عمي على اخويا وانا والغريب على ابن عمي. يعني اعلام الزمالك ده يا جماعه في افريقيا لما جمهور المغرب قعد يصفر وعمل صفارات استهجان على النشيد الوطني المصري، اعلام الزمالك قال لك انا لا ارى لا اسمع لا اتكلم، ماليش دعوه بالقصه دي. تخيلوا بقى نفس الاعلام ده اللي ما دافعش عن نشيد وطنه او النشيد المصري الوطني، هو نفس الاعلام اللي بيدافع عن الجيش الملكي، وهو نفس الاعلام اللي بيسلم النادي الاهلي للكاف هو واتحاد الكره. انا عمري في حياتي ما شفت اعلام رخيص بالشكل ده. جماعة الكاف او لجنة الانضباط التابعة للكاف النهاردة بالدين النادي الاهلي مطلعة بيان ادانة للنادي الاهلي وجماهيره بفضل اتحاد الكرة ثم اعلام الزمالك. طب صلوا على النبي كده في البداية، قولوا عليه الصلاة والسلام. اعمل لايك، اعمل شير، انا عايز الحلقه دي توصل لكل الناس. ويا جماعه ما حدش يزعل مني لان انا دايما حقاني وهفضل في ظهر النادي الاهلي، لان الاهلي يا جماعه ممثل مصري والله. النادي الاهلي مش هقول لك رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا في جميع الالعاب، في كره قدم، في العاب صالات يعني سله، يد، في طايره، هو رقم واحد. هات لي نادي عربي او افريقي بيقدم انجازات ولا بيقدم اللي الاهلي بيقدمه، مش هتلاقي. فيا جماعه كل العين على النادي الاهلي، الدنيا كلها نفسها ان الاهلي يقع. بمساعده مين؟ بمساعده ابناء الوطن واتحاد الكره اللي بيمثل النادي الاهلي. ابناء الوطن اللي هم الزملكاويه، اللي المفروض احنا نبقى في ظهر النادي الاهلي. يعني انا لو جيت كلمتك على الاعلام المغربي مثلا، الاعلام الرجائي، الاعلام الودادي، اعلام نهضة بركان، هل حد من الاعلام المغربي ده يا جماعه او التابع للانديه اللي انا قلت لك عليها ديت طلع فاضح الجيش الملكي لما قلوا ادبهم على النادي الاهلي هناك في المغرب في كازابلانكا؟ لما جمهور الجيش الملكي ولعيبه الجيش الملكي قلوا ادبهم على النادي الاهلي. حد من الاعلام مثلا المغربي سواء الاعلام الرجاوي او الودادي او النهضاوي طلع فضح مثلا الجيش الملكي او ادان الجيش الملكي؟ لا، الناس ما اتكلمتش. الناس قالت لك الموضوع ما يخصناش، ده احنا نداري عليهم ما نفضحهمش، مع انهم ما بيقبلوش بعض، مع ان الجيش الملكي هو وجمهوره مكروه في المغرب، بس ما حدش قدر يفضحهم. ليه؟ لان هم في الاول وفي النهايه بيمثلوا الكره المغربيه وبيمثلوا الشعب المغربي اللي عندنا. امبارح والماتش شغال الاقي عمرو الدرديري بينزل صور لجمهور الاهلي وخالد الغندور وكل بيتجات الزمالك، ومحدش جاب الحقيقه ولا قال لك ان البدايه بدات من عند جمهور الجيش الملكي اللي كان بيعمل اشارات بذيئه لينا احنا واحنا قاعدين في بيوتنا في المدرجات. محدش قال ان لعيبه الجيش الملكي قلت ادبها على لعيبه النادي الاهلي في البدايه خالص في نهايه الشوط الاول. محدش طلع سلط الضوء على الحاجات دي. فلما الكاف يلاقي بقى الاعلام الزملكاوي واتحاد الكره بايع الاهلي، والكاف اصلا نفسه يكسر النادي الاهلي، فيلا نزل بيان قال لك احنا بندين النادي الاهلي. انا اول مره اشوف في حياتي الكاف بينزل بيان بعد الماتش بساعات، ده ما استناش حتى التقرير بتاع مراقب المباراه عشان يطلع عن طريقه بيان الادانه. لما بيجي الكاف يعاقب حد بياخد بتقرير المباراة، ما بياخدش فيديوهات. لو كان بياخد فيديوهات كان خد بفيديوهات الجيش الملكي، الآلة الحادة اللي اترمت في الملعب والسكينة اللي وليد صلاح رفعها، سكينة البسبوسة ولا سكينة المعجون. ده فيها على فكرة يا جماعة إيقافات وفيها موال أسود وفيها خصم 3 نقط ويكونوا لصالح النادي الأهلي. المفروض ال3 نقط أصلا يبقوا لصالح النادي الأهلي، ما يبقاش تعادل. المفروض النتيجة تحسم للنادي الأهلي. لو العداله بقى هتطبق، لو بيتاخد بالفيديوهات وبيتاخد بالصور. هو مع الاهلي اخد بالصور ليه؟ عشان عندنا عوام رخيصه،
ما عندهاش ب2 جنيه وطنيه بيسلموا النادي الاهلي للكاف تسليم اهالي اعلام الزمالك واتحاد الكره. بصراحه الاثنين ما شاء الله الكاف لا دول نايمين في العسل، والاثنين مش طايقين النادي الاهلي. وكده كده اتحاد الكره المصري تبعنا يا باشا، ده احنا قبل كده خفينا خطاب تنظيم نهائي دوري الابطال امام الوداد، وطبعا عمك فوزي لقشع بقى مسيطر وحبايبه كتير قوي في الاتحاد الافريقي، فهيعاقب الاهلي. ليه؟ لا الاهلي خلاص يا جماعه لقمه طريه، كله بايع الاهلي. بدل ما اتحاد الكوره المدلس المغيب يطلع بيان ويقلب الدنيا ويرفض الاحداث والشغب اللي حصلت عندنا من جمهور الجيش الملكي ولاعيبه الجيش الملكي وهناك كمان، لا ارى لا اسمع لا اتكلم، ده اتحاد الكوره. مع ان اللي حصل عندنا ما يجيبش 1% من اللي حصل هناك. يا جماعه ده نادي الجيش الملكي منزل بيان، ده اداره الجيش الملكي دي ما عندهاش دم. بقسم بالله الناس دي العالم دي ما عندها دم. العالم اللي طلع الترند رقم 1 في العالم في سرقه المناشف، اللي بيسرقوا المناشف، اللي بيقولوا مصطفى شوبير اتسرق منشفه امبارح. العالم حراميه المناشف اللي ما عندهاش تاريخ وهيفضلوا ما عندهمش تاريخ. ليه؟ لان سبحان الله التاريخ ده بالنيه والتعب والمجهود، لا هم لا بيتعبوا ولا بيجتهدوا ولا نيتهم سالكه. مش هيبقى عندكم تاريخ، مش بالعافيه والله ما بالعافيه. حراميه المناشف طالعين بيطلعوا بيان بيستنكروا فيه الاحداث اللي حصلت في استاد القاهره. لا يا حبيبي، ده اللي حصل في استاد القاهره ده رد فعل من جمهور الاهلي على قله ادب جماهيرك وقله ادب لعيبتك اللي انت مش عارف تربيها. ما انت رب اسره، انت كاداره رب اسره، وتصرفات اللعيبه والجمهور دي بتدل على تربيتك انت. ما شاء الله على تربيتكم، ما شاء الله على اخلاقكم باينه خالص. ومحدش يزعل من كلامي، واللي زعلان من كلامي الحيطه اتخن حيطه ببيتك عدي منها دماغك. انا بتكلم عن الاهلي المصري، ما بتكلمش عن الاهلي التايواني، ولا بتكلم عن الاهلي الصومالي ولا السوداني يا حبيبي. انا بتكلم عن الاهلي المصري اللي بيشيل شعار مصر هنا وبيلعب في البطولات القاريه. لو بيراميدز مكان الاهلي كان زمانكم طلعتوا زي مش عايز اتكلم، بتدافعوا دلوقتي وبتهوهوا. لو بيراميدز اللي مكان الاهلي كان زمانكم طالعين تهوهوا على القنوات وتعيطوا. مع الاهلي المصري افضح الاهلي، دلس اقلب الحق باطل والباطل حق. يلا نسلم الاهلي تسليم اهالي للكاف عشان يلعب الماتش الجاي امام الترجي او صن داونز او نهضه بركان بدون جمهور ويودع البطوله. لا ده مش عدل ولا هيبقى عدل. وان شاء الله البطوله دي اهلاويه. ده الاهلي يا جماعه ما بيلعبش، ما كانش بيلعب الجيش بس لوحده، ده الاهلي بيلعب الجيش والاعلام الزملكاوي واتحاد الكوره والكاف وبيلعب الدنيا كلها. هتيجي تقول لي كان في اخفاقات عند لعيبه الاهلي، اقول لك لعيبه الاهلي امبارح كانت مستعيله، والله استعيلت امبارح. والمدير الفني ده ما ينفعش للنادي الاهلي يسترب، ده مدير على الله حكايته بجد. ولكن انا مش هتكلم في القصه الفنيه، القصه الفنيه دي لها حلقه تانية لوحدها خالص. ولكن انا بتكلم النهارده في شخصيه. الاهلي حلو وحش سيظل الاهلي هو الاهلي. الاهلي حلو او وحش سيظل الاهلي هو الاهلي، درع وسيف وحمى الكره المصريه. لولا هو كان زماننا اتكلنا. يا جماعه بالمنطق والعقل كده، معلش انا اسف، لو الاهلي ما بيلعبش في دوري الابطال وخلى الاهلي وقع زي الزمالك، هل احنا هيبقى عندنا انديه بتلعب في كاس العالم؟ هل هيبقى عندنا انديه تمثلنا في بطوله دوري الابطال؟ يا جماعه ده يوم ما الاهلي ما بيطلع وبيودع البطوله بيطلع من الدور قبل النهائي. الاهلي من 2019 لحد 2024 بيلعب نهائيات. 6 سنين يا راجل، 6 سنين الاهلي بيلعب نهائيات. ما حصلتش يا جدعان في العالم. هات لي نادي في العالم لعب 6 نهائيات على التوالي والنسخه السابعه بيطلع من الدور قبل النهائي. يا جماعه نعرف ان البطل بياخد البطوله، النسخه اللي بعد منها ممكن يطلع من المجموعات او من ربع نهائي او من السيمي فاينال. انما كل سنه في النهائي ويوم ما يطلع من الدور قبل النهائي الاقي الاعلام بيحفل على الاهلي. باي عقل وباي منطق يا ابني؟ باي عقل؟ انت يا ابني مغربي ولا مصري ولا ايه قصتك؟ ولا انت رتشاوي ولا انت بياعها؟ كل البيدجات عماله، بص جمهور الاهلي، بص لعيبه الاهلي، بص حسين الشحات. يا جدع خلى عندك دم وخلى خلى عندكم دم. احنا داخلين على ايام مفترجه، الواحد ماسك نفسه بالعافيه. واحد هيجي يقول لي انت بتطبل للاهلي، اقول لك يا عم انا بطبل للاهلي. اطلع بره القناه طالما انت محتواي مش عاجبك، ما تشوفنيش. انت شايف ان انا راجل بطبل، خلاص يا عم روح يا عم اللي بيقدموا محتوى، اللي بيحترم عقلك واللي انت شايف ان هو بيقدم محتوى يليق بحضرتك. تقعدش عندي يا عم، ريح دماغك. كل فوله ولها كيالها. ما تتعبناش نفسيا، احنا نفسيا تعبانين. في ناس نفسها توقع الكره المصريه، نفسها تجيب ضلفه، في ناس نفسها تكسر نفسك، بس انت مغيب. الاهلي
هو دلوقتي اللي محافظ على اسمك وكيانك في الكوره الافريقيه. في عالم ما عندهاش تاريخ، اخر كاس خدوها اهوت يا جدعان. بيحط راسهم براسك يا جاهل يا جاهل، انت جاهل. العالم بتحط راسها براسك. اخر كاس اخدوه والله ايام ما الحكم كان بيصفر ببقه. انا ما بقلل من حد ولا طالع اشتغل حد، انا طالع اقول كلمه الحق. بس انا هوريك دلوقتي منظر هما بيقولوا عليه ان هما اسياد الكره الافريقيه بأمارة ايه، انا مش فاهم. بصوا يا جماعه المنظر ده واللي ايه رايك. اتمنى الاقي الصوره معايا، اتمنى الاقي الصوره، اتمنى والله اتمنى من الله ان انا الاقي الصوره معايا. اهو اهو لقينا الصوره، لقينا الصوره يا جماعه. دي اخر بطوله اهو، اخر بطوله واخدينها اهو اهو اهو. ده يا جدع انت بقول لك ان هم اسياد الكره الافريقيه بالبطوله دي. الكاس صدى، الكاس ده صدى، الكاس ده صدى دلوقتي، الكاس ده صدى. كل ما تيجي تكلمه يقول لك ايه يا بتاع عيسى حياته، اصل عيسى حياته فضل مصر عن الكاميرون. مصر اللي كانت مكسره الدنيا في كاس العالم للقارات، مصر اللي كانت مكسره الدنيا في كاس العالم للقارات، اللي العالم كله كان نفسه يلعب وديه مع منتخب مصر، اللي انجلترا حفيت عشان تلعب قصاد مننا وديه، اللي كان ترتيبنا تسع على العالم. دول بيقللوا منك يا جاهل يا مغيب، دول بيقللوا منك ليه؟ عشان هم ما عندهمش تاريخ، نفسهم يبقى عندهم تاريخ. ده النجم بتاعهم اهوت يا جماعه، بيسرقوا فوق. ناس نازل عليهم عقوبات $1,000,000. بيقللوا منك انت كزملكاوي رايح تسلم النادي الاهلي. وطبعا اتحاد الكوره الافريقي منزل بيان او لجنه الانضباط بيديني النادي الاهلي يا جماعه، وطبعا بتقول لك استنى بقى عقوبات رادعه وعقوبات مش عارف ايه على الجمهور. طيب اتحاد الكره الافريقي هيتحرك كده بسرعه بعد كده في اي مشكله اي نادي يعملها او اي جمهور يعمل شغب؟ اتحاد الكره الافريقي هيطلع بيان بسرعه كده؟ اتحداك ان اتحاد الكوره ان هو يتحرك بسرعه كده مع اي نادي هيغلط او اي جمهور هيعمل شغب بعد كده، اي اتحاد الكره الافريقي او الكاف. اتحداك. ولكن تحرك الكاف عن طريق اعلام الزمالك واتحاد الكره المصري. والله ده مش بعيد اتحاد الكره المصري يتصل بهم ويقول لهم شكرا على سرعه التحرك. مش بعيد اعلام الزمالك يطلع النهارده على القنوات ويقول لك الله اكبر يحيى العدل، اتحاد الكره الافريقي بيطبق العدل وهيعاقب الاهلي وهيلعب باقي البطوله بدون جمهور. ما هو ده اعلام الزمالك، هو ده اعلام الزمالك اللي عمري ما شفت له دور واحد في حياته وطني. نفسي اشوف له دور وطني في حياتي. بصوا يا جماعه، يعني بص خالد الغندور، الاخ خالد الغندور، بص بقى لما يطلع يقول كلمه الحق في حق النادي الاهلي بعد اللي حصل امبارح والاحداث اللي حصلت وقله الادب بتاع جمهور الجيش الملكي ولاعيبه الجيش الملكي واللي حصل اصلا في استاد القاهره وما يجيش 1% من اللي حصل في كازابلانكا هناك على ارضهم. اسمع خالد الغندور طالع بيقول ايه، اسمع والنبي اسمع. عايز اقول حاجه مهمه يا جماعه، اسمعوا. ورغم صعود النادي الاهلي، هو ايه الفرق بين الاهلي والزمالك؟ اسمع. الزمالك ليس لديه لاعبين او لاعبون دوليون كثر، انا ما عندوش لعيبه كتير. بجانب ايضا الزمالك ما عندوش لعيبه دوليه كتير زي الاهلي. ركز بس عشان هرد عليه، عشان الراجل ده ما بيقولش الحق. الراجل ده طالع بيصطاد في الماء العكره، الراجل ده بيطلع شماعه اخطاء للفشل الاداري بتاع الزمالك، لان هو هيموت ويخش قناه الزمالك زي فرح علي كده ما رجعت. ان خبرات اللعيبه في النادي الزمالك اقل بكثير من خبرات لعيبه النادي الاهلي. طيب ايه اللي يفرق النادي الاهلي عن بقيه فرق القاره السمراء؟ ان النادي الاهلي يعتبر هو منتخب مصر. لو شاركت بالفرقه دي في كاس الامم الافريقيه، الفريق اللي بيلعب بيه النادي الاهلي ده في كاس الامم الافريقيه هيعمل نتائج جيده. ولو احنا شفنا تشكيل النادي الاهلي، احنا بنتكلم على مصطفى شوبير ومحمد شناوي 2 منتخب مصر. بنتكلم على محمد هاني منتخب مصر اساسي، ياسر ابراهيم منتخب مصر، ياسين مرعي منتخب، كوكا منتخب، ونيجي نص الملعب مروان عطيه اساسي. احنا بنتكلم محمد علي بن رمضان منتخب تونس. بنتكلم على امام عاشور منتخب مصر اساسي ومهم. اليو ديانج منتخب مالي. احنا بنتكلم مروان عثمان راح المنتخب مره وما اعرفش ايه ناحيه. بنتكلم على تريزيجيه منتخب، بنتكلم على زيزو منتخب، محمد طاهر راح وشارك وجاب اجوان. فانت ما بتتكلم على ان النادي الاهلي السم في العسل في مباريات يتعادل 4 ويكسب 2 مع فرق
لا وجود لاي لاعب في المنتخب. انت بتلعب النهارده الجيش الملكي، هل الجيش الملكي فيه لعيب في المنتخب؟ حد يرد عليا. الجيش الملكي فيه لعيب في المنتخب اللي لعب في كاس الامم مع المنتخب المغرب؟ طيب الجيش الملكي فيه حوالي 3 لعيبه فقط من اللي لعبوا في كاس. تصدقوا تأمنوا بالله، انا ما شفت عبث ولا رخص في حياتي زي اللي انا شايفه ده. بقى خالد الغندور طالع بيعاير النادي الاهلي عشان ما كسبش الجيش الملكي. ده الاهلي صاعد اول، الاهلي صاعد اول مجموعه. تخيل، امال لو الاهلي مش صاعد اول. انا معاك النتائج بتاع الاهلي في المجموعه ما كانتش افضل حاجه، ولكن فاكرين يا جماعه لما الاهلي كان بيصعد بالعافيه وكان يطلع ياخد البطوله؟ ده هو ذات نفسه كان بيقولها لما الاهلي يتعثر في دور المجموعات لبطوله دوري الابطال، اعرف ان الاهلي لما بيعدي بياخد البطوله. فاكرين يا جماعه اطهر الطاهر؟ فاكرين يا جماعه الاهلي كان بيعدي ازاي؟ بالحسابات بالعافيه، وكان بيطلع ياخد البطوله وكان بيبقى صاعد تاني بالعافيه. ولكن لما الاهلي يصعد اول يطلع يلقح على الاهلي زي اللي قاعدين على المصاطب، ويطلع يقول لك اصل الزمالك ما عندهوش لعيبه دوليه. بجد والله الزمالك ما عندوش لعيبه دوليه. ما عندوش عواد احسن حارس في مصر اللي ساب الزمالك ومشي وبيدي الزملكاويه بالجزمه. ما عندوش محمد صبحي، ما عندوش المهدي سليمان. 3 حراس تقولوا هم انتوا اللي كنتوا بتقولوا عليهم افضل حراس في مصر، وكنتوا عاملين مشاكل ان هم ما بيلعبوش مع منتخب مصر. الزمالك ما عندوش حسام عبد المجيد، ما عندوش الونش. حسام عبد المجيد ما هو بيلعب في المنتخب. الونش. طب ما عندوش عبد الله السعيد، ما عندوش محمد شحاته، ما عندوش عمر جابر. كل دي اسماء راحت المنتخب، وفي منهم لعيبه بتلعب في المنتخب. ما عندوش بيزيرا افضل لاعب اللي هو الاسد اللي جبناه مكان زيزو. ما عندوش كوبانزا، ما عندوش ناصر منسي افضل 9 في مصر، وسيف الدين الجزيري. دلوقتي بقت لعيبه الاهلي لو راحت المنتخب تاخد اي بطوله وهي منتخب مصر. ده دلوقتي وساعه البطوله ازاي تاخد لعيبه الاهلي وما تاخدش لعيبه زمالك؟ ازاي ده فلان وفلان وفلان افضل من كذا وكذا وكذا وكذا؟ احنا احترنا معاكم على فكره. انت عايز بس تطلع شماعه اخطاء للعيبه الزمالك عشان اداره الزمالك الحاليه ترضى عنك، زي ما رجعت فرح علي لقناه الزمالك ترجعك انت كمان. انتم عبد للقمه عيشكم، انتم عبد للقمه عيشكم. بتشوفوا لقمه عيشكم فين وتجروا عليها. مش مهم يبقى شكلكم وحش، مش مهم شكلكم يبقى واضح قوي ان انتم منكسرين وبتطبلوا وبتكذبوا وبتدلسوا. مش مهم ان انتم داخلين على شهر مفترق، المهم ان انتوا تكذبوا وتدلسوا. طالعين بتعايروا الاهلي عشان ما كسبش الجيش الملكي. طب ما الاهلي تعادل مع الجيش الملكي يا راجل. ده انت صعدت من الكونفدراليه. في 3 انديه انت هتلعبهم في الدور الربع نهائي. والله اول مره في حياتي اسمع عنهم يا راجل. ده انت في عز مجدك السنه اللي فاتت لما كنت بتقول ان انت افضل نادي في مصر واكبر قلعه رياضيه في مصر وعندك افضل لعيبه، طلعت من الدور ربع نهائي على ايد فريق اسمه سيتي ليننبوش. اول مره اسمع عنه. تخيل يا بتاع الكونفدراليه يا اللي ما بتقدرش تصعد من المجموعات وصاعد بالعافيه، وقعدت تعيط وتبكي على القنوات بتعاير بتاع الدوري الابطال اللي صعد اول. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا عزيزي المتابع انا وصلت لنهايه حلقتي وبقولها لكم تاني، كل الدعم للنادي الاهلي المصري لان هو ممثل بلدي. في المحليات هنسف على بعض، انما في القاريات واي حد هيجي على الاهلي هناكله بسناننا، لان في ناس عندها وطنيه كتير بتحب بلادها، وفي ناس بتحب الانديه المصريه اللي بتمثلها. فعشان كده هنفضل ندافع عنهم دايما. وده نادي من الانديه اللي بتمثلنا اللي هو الاهلي المصري، عشان ما حدش يجي يقول لك ايه ده الاهلي بعينه. لا، الاهلي المصري نادي من الانديه اللي بتمثلنا، واحنا دايما في ظهر الانديه اللي بتمثلنا. طبعا عايزين المتابعه، انا وصلت لنهايه حلقتي. اتمنى في ان انا اعمل لايك وشير. استنى في حلقه اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.